يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سلام الله عليكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا كامل بخير. كما عودتكم في كل مرة راح نشارك معكم فيديو. هذا الفيديو خاص بوصفتين، وكنت شاركت ثاني فيه خدمة أو خدمة خدمتها مع متربصاتي. الحمد لله دائما إلى الأحسن والحمد لله. المهم البنات، الخدمة الأولى اللي راح نخدموها هي عبارة عن كروكيت الدجاج. البنات اللي مهتمة تجي معايا باش نخدمو كيف كيف الوصفة هذه. هي وصفة سهلة سهلة اقتصادية ومش راح تطلب يعني هكذا وقت، كيما نقولوا وقت بزاف والله. المهم شوفوا معايا البنات دوك تشوفوها سهلة. خلاص خلاص. اولا رايحة نبدا واش عندي لهنا في المقلة تاعنا حطيت زيت. وشوفوا البصل تحبوا تقطعوه كيما هكذا ولا طويل كيما تحبوا نتوما. المهم احنا راح نذوبوه مليح مليح، ولاصوص اللي يطيب فيها البصل لازم نحتفظوا بها كما راكم تشوفوا. انا لهنا خلطت بين البصل والبصل الخضراء عيش شلوط بصح ما درتش هذيك الورق هذاك الاخضر، ما تقدروش ديروه. شوفوا كيما راكم تشوفوا حطيت معاه الملح ونذوبها مليح. لهنا حنحط غير فلفل الكحل. تبعوا برك البنات الوصفه ساهله سيرتو. كيما البنات المتربصه تاعي على بالي بلي راكم تتبعوا فيا. على بالي هذه هي الوصفه اللي كنتوا حابين ديروها، بس راح نعاود نديرها لكم ان شاء الله باذن الله. هنا شوفوا حطيت نص كاس تاع ما، ونخلي البصل تاعي يتقلى مليح مليح. حاولوا برك تحركوا باش ما يتحرق لكم في الحواشي، هذا ما كان. رجعت لهنا شوفوا الدجاج تاعي اللي انا كنت غليته في الماء والملح. شوفوا غليته غير في الماء والملح. انا درت كالوب لهنا، ومام البطاطا ثاني غليتها وحدها ماء وملح. وشوف كيف فتت الدجاج تاعي. البطاطا ثاني كنت شوفوا كيفاش ربيتها وخلطتهم مع بعض. الدجاج شوفوا فتوه مليح 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 بيديكم، وعاودوا ديروا فتوه بالموس بلا ما تستعملوا لا روب ولا حتى حاجه. هاوليكم راكم تشوفوا في النتيجه كيفاش راهي. خلطتهم مع بعضهم البطاطا والدجاج. اللي هنا لا شابليغ حطيت غرفه ونص باسكو لا شابليغ راح يلمونا. شوفوا انا استعملت يدي هكذا احسن خير من الفرشيطه. شوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. دوك واش ندير؟ شوفوا هو البصل تاعنا كيفاش طاب. راح نصفيه مليح مليح من لاصوص. هذيك لاصوص نحتفظ بها كاش من نخدموا بها. والبصل هاي ليكم هاوليكم يعني صفيتها مليح. يعني لازم ما تديريهش مع المرق هذاك باش ما يجيكش جهري الدجاج تاعك. هاي لاصوص راح نحتفظ بها ونخليها. نحاول نخلط مليح. على بالي كامل يقولوا لي غانية ما كيش كي تعودي تهضري ما كيش تهضري بالبزاف، بس الله غالب هذا هو الصوت ما نقدرش نعيط. لهنا شوفوا حطيت معدنوس قطعته. وشوفوا كي حطيته راح نخلط مليح. خلط مليح مليح، ومن بعد ما نخلطه تندمج كامل المكونات مع بعض. رايحة نحاول نخدم بولات. انتي كيما تحبي انتي. انا درتهم فيهم 30 غرام، وما درتش بالميزان يسمى عيني ميزاني وخلاص. كل واحدة على عاتي قادرة ديريهم كيف كيف. ديري هكذا يا نورمال، ما كيش قادرة ديري استعملي الميزان عادي جدا. هاوليكم قلت لكم راهي وصفة سهلة ما تطلب حتى زعما وقت ولا ما تديش الوقت خلاص.
شوفوا كيما راهم هكذا حنكملهم كامل نفس الوزن. دوكا كيما نقولوا راه جاي وقت رمضان إن شاء الله، لازم شوية معسلات، شوية لي صالي، قاطو للعيد إن شاء الله. أنا راني هكذا مع المتربصات توعي، ربي يحفظهم إن شاء الله. شوفوا بعد ما كملتهم كامل يا البنات، عندي فرماج شاف، هذا راح نقطع نحاول نحشي به الحبة تاوعنا. ما تكثروش بزاف، شوية برك، كل واحد والمقدور تاعو. ماناش رايحين زعما نديرو فوق الجهد تاعنا، لا لا، كل وحدة ودير على حسب مقدور تاعها. رانا كامل زواولة والله غالب وربي كيما يقولك شاهد على هذا. بصح المهم الحمد لله نحاولوا نوصلوا برك الفكرة للناس كامل، الفكرة اللي نخدموها. شوفوا هكذايا البنات، الفرماج استعملته داخل هكذايا، أو تتحل لكم بكل سهولة، ما تجيكم حتى صعوبة، سهلة خلاص. هكذايا نزيدو نكمل هذه معاكم، ومن بعد نكمل الاخرين، نكملهم بنفس الطريقة. على بالي دوك الصوت تاعي يجيكم واحد، راني قاعدة في واحد الكوانة هكذا، ما عندي ما نقولكم ونخدم. شوفوا بعد ما كملتهم كامل، شوفوا نورمالمون واش ندير، نورمالمون في البيض الفارينة، ومن بعد البيض ونحطه في لاشابليغ. لا لا، انا درت باش ما نكثرش برك عليهم، درت مباشرة في الفارينة والبيض، ومن بعد لاشابليغ هكذا برك باش من ما نكثرش برك عليهم، هكذا ثاني تجيكم ساهلة. لهنا حاولوا برك كيفاش تنشفوها من البيض وحطوا في لاشابليغ. لاشابليغ شوفوا الطريقة اللي ندير بها، ومن بعد في الاخر انا حنزيد نعاود لهم باش يجوني شوية بحروشة مليح. لهنا غير نحاول ندخل برك لاشابليغ. شوفوا سيرتو المبتدئات، بنات المتربصات توعي، على بالي راكم معايا في لا فيديو. شوفوا برك الخطرة الجاية ان شاء الله كي نخدموه انا نخدمو معاكم، راح يجيكم اكيد سهل. شوفوا كيفاش ندير لهم هكذا، من بعد نعاود كي نكمل خلاص رايحة نعاود لهم لاشابليغ. رايحة نزيد هادو البنات. شوفوا ما نحتاج منكم والو، غير دعوة خير. على بالي ماني راني نقول لكم دعموني ما حتى حاجة، هذيك الحاجة بيد ربي سبحانه. وشنهي دعوة خير، هذا ما كان، هذا وش نقول لكم. هذيك تاع الدعم، وهذيك من بكري على بالي باللي كيما يقول لك كاين فئة قليلة اللي راهي تدعم فيا، والفئة الأخرى ربي يسهل عليها. على بالي بيهم وحدة بوحدة، أقسم بالله غير على بالي سيرتو ببنات المنطقة تاعي، على بالي بيهم. كل وحدة اللي نتلاقاها تقول لي انا ندعمك وندعمك، بصح ما كاينش منها خلاص، غير ايه وهذيك كل شي بيد ربي سبحانه. ربي يسهل على كل وحدة واش بغات دير. ما تهمني حتى في وحدة، انا نخدم في خدمتي والحمد لله. ما نستنى حتى حاجة من اي وحدة، اللي خلق ما يضيع، هذه هي. كما نقولوا عندنا بزاف هذه زعما انهم يديروا بزاف، يخدموا بالوجوه صراحة، يخدموا بالوجوه يعني بكل صراحة. بصح ربي حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص، هذا ما كان. شوفوا البنات كما قلت لكم كي نكمل خلاص نعاودهم في لاشابليغ هكذا، ونخليهم هكذا بحروشه، من نسقمهمش بيديا هكذا باش يجيو ملاح. شوفوا هكذا كي بعد ما كملتهم حطيتهم يريحوا واحد ربع ساعة كونجيلاتور، وجيت لهنا باش نخدم لاصوص تاع اليوم. انا حنديرها شوية جارية بالعاني. شوفوا حطيت معدنوس مقطع، حطيت نص كاس حليب، وحطيت هاني حطيت الفرماج.
لاصوص هذه تاني هايلة، صوص الجبن تجي تهبل. بعد ما حطيتهم لهنا كامل نحط لهنا نص مغرفة موطارد وخردل. شوفوا انا ما حطيتش الملح علاه باسكو الفرماج هاو مالح وموطارد تاني هاي مالحة. اللي حابة تزيد هذيك ربي يسهل عليها. شوفوا ميكسيتو، هاي لكم النتيجة من بعد راكم تشوفوها. وبعد ما ريحوا البوليت تاوعنا، شوفوا الزيت سخنت، هي سخنت مليح مليح. حطيت البوليت تاوعي كما راكم تشوفوا. ها بعد ما قليتهم كامل حطيتهم لهنا، ومن بعد ان شاء الله راح نشوفوهم جاهزين. هام ليكم البنات كروكيت الدجاج اللي كنتوا طلبتوهم مني، يعني خدمة الحمد لله متقونة ونظيفة والحمد لله. تحياتي لكم كامل. ودرك البنات رايحين نروحوا مع بعض راح نشوفوا العصير اللي راح نخدمه بإذن الله. تبعوا معايا الاخر باسكو لا فيديو راه مازال ما كملش. لهنا راه غير الكروكيت برك، ورايحين نخدمو كيف كيف. هاوليكم الجي البنات اللي رايحين نخدمو. شوفوا صدقوني واحد الذوق يهبل يهبل يهبل. هذه غير حبة تشينا وحبة تفاح درت بيهم هذا الجي، اقسم بالله ما شاء الله. هاي البنات اللي مهتمه تجي معايا ان شاء الله نخدموهم كيف كيف. بسم الله راكم كيما راكم تشوفوا. شوفوا عندي حبه تفاح وحبه تشينا. تشينا واش نقول لكم قارصه تاع صح، كانوا لقيتهم محطوطين في الريجيدار ما واش ندير بيهم. قلت لهم روحوا تشوفوا لهنا واش نخدم بيكم. شوفوا غسلتهم وقطعتهم نقيتهم مليح. وشوفوا كيفاش قطعتهم لهنا. رشيت عليهم رشة تاع قارص على جل باش سيرتو تفاح الكحولة برك هذيك. نحطهم لهنا دوكا في الطاس هذا تاع الميكسور. شوفوا هام ليكم بعد ما حطيتهم لهنا واش راح ندير. نحط عليهم بطايات. لهنا حطيت ذوق الخوخ. جا واحد شوفوا واحد الجي ما عندي ما نقول لكم والله. خويا وليدو عادوا يتضاربوا عليه صراحة باسكو جانا قليل الله غالب. هاوليكم شوفوا هذا عندي نص كيس حليب كملته بنص مزهرة. جربوه ما راح نقول لكم حتى حاجة. جربوه وتشوفوه تذوقوه هاكم على بالكم. البنات السكر اختياري شحال تحطوا. انا حطيت 3 مغارف يعني صراحة نحبه شوية حلو. واللي حابة تتنقص السكر تنقص. عامليكم حطيت 3 جاني شوية حلو بصح جاني مليح بنين يهبل. وميكسيتهم مع بعض. شوفوا بعد ما ميكسيتهم صفيته حطيته في الكاس. هاوليكم في كاس التقديم يعني خرج ما شاء الله تحفة تحفة. البنات جربوا ما راح نقول لكم حتى حاجة. بإذن الله تنجحوا فيهم بإذن الله. وصفاتي دائما يعني الحمد لله في المستوى. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.